السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل لا نبدي سمي بسم الله وصلى على محمد وآل محمد. شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية يا رب. طبعا صورت لكم اليوم شنو سويت بالفطور، ما سويت كله تشوفونه بهذا الفيديو، وإضافة إنه وين رحت وين طلعت هم صورت لكم هاي المكونات حتى أسوي كباب. وسويت كباب عروق بصدر الدجاج وخليت وياه ليه، ومثل ما تشاهدون وتيته مبروشة وبصل مبروش وطماطة ناعمة وكرفس وثوم وملح وفلفل أسود، وحطيت بهارات مالت دجاج لأنه أنا حاطة دجاج بيه. مثل ما تشاهدون المكونات كلها سهلة وبسيطة، وراح نسوي كباب حتى للسحور. وسويته بهذا الشكل وخليت وياه شوية طحين وعجنته. سهمنا وسهمكم والعافية. سويت هنا أنا محلبي مقاديره كل سهلة، اكو هواي ناس ما تضبطه. طبعا أنا راح أقول لكم المقادير مالته إن شاء الله تستفادون. هو خاشوقة من النشا، وخاشوقة من الحليب، وخاشوقتين من الشكر، وقلاص ماي، ونخلي خاشوقة مال الشاي هيل. طبعا نزيد المقادير. الخاشوقة راح تساوي لنا ماعون بقد هذا الماعون الموجود بالفيديو، ونخليه نزينه بأي شي تحبونه، جوز مبروش، شنو تحبون تزينون زينوه، هذا شي راجع لكم. هنا ليان جاي تشرح وتقول هذا المحلب جربوه، تلقونه بالستوري نشرته شلون تسولف وتقول لكم جربوه كلش طيب. بشورتز صغير صورتها. الكاستر طبعا هم اكو ناس ما تضبطه. الكاستر نفس المحلبي، خاشوقة كاستر، خاشوقة حليب، خاشوقتين شكر وقلاص ماي، وخاشوقة من الهيل المطحون، ونخلطه كل زين. وراح يسوي لنا مقدار ماعون واحد، الخاشوقة تسوي لنا ماعون واحد، ونخلطه كل زين ونخليه على النار لحد ما يضخن عندنا ويصير جاهز. جاهز. واهم شي ايدنا بيه حتى الحبيبات مالته كلها انه شلون مثل ما نقول لك يعني تنطحن المرد ما ادري. المهم هنا نضخن عندنا وانا اريده بهذا الشكل زين. فايش راح اسوي هسه؟ راح اصبنه واقدمه وحالة من حال المحلبي. طبعا برمضان واحد يحب الحلا، واحنا هاي الاشياء نسويها اشياء بسيطة موجودة بكل بيت عراقي، يعني ما بها اي تكلفة. هو الحليب والكاستر، والله يرزق الجميع ان شاء الله. هنا انا زينته وصار هذا الشكل مالته والطعم رهيب. وهسه راح اراوكم اياه من يبرد ورا كم ساعة. هنا أنا برد عندنا ورا يعني الفطور. جيت انا مسويته من العصر او المغرب وصار عندنا بهذا الشكل حلا كلش طيب، ونقدر نخليه نزينه بالبسكت همين يصير. هنا اريد اسوي سمبوسة. السمبوسة اسويها ما اسويها اقلي وما ادري شنو ياخذ زيت هواي، اريد اسويها صحية. سلقته وقصصته وحمست بصل ناعم وكرفس وشوية بهارات اللي احبنها وتحبونها انتم شنو تحبونها، وفلفل اسود وكركم. وراح اخليها بهاي الورقة السمبوسة، وبعدين نقليها وبالقلاية وبالعافية. هنا عندنا الفطور مرقة همين عندنا زايدة، وهنا عندنا شوربة. ما أعرف ليش التصوير يصير لونها مو حلو بالرغم إنه هي بالحقيقة لونها وشكلها كلش حلو. هنا أنا سويت لبن وخليت ثلج وياه، وكملنا فطور. غسلنا الماعين ما صورت لكم، وهسه صور لكم مكان طلعنا ايش قد حلو للعوائل. يعني مكان ترفيهي، واحد يقعد الأطفال يلعبون، يعني واحد يعني يحتار وين يروح ورا الفطور. خاصة إنه إحنا المنطقة اللي أنا ساكنة بيها ما بيها أي مكانات ترفيهية، مكانات كلش محدودة، ماكو يعني مثل باقي المحافظات مزارات أو فرشي. فهنا الأطفال يلعبون يستمتعون بالوقت مالتهم. حبايب قلبي إذا وصلتوا لهنا وانتم عجبكم الفيديو حطوا لي لايك، وإذا أنتم جدد اشتركوا، وإذا أنتم قدماء سووا مشاركة، وكتبوا لي تعليق حتى من خلال التعليق أنا راح أتواصل وياكم. وشكرا جزيلا تفاعلكم بقناتي. أنا قناتي السابقة عفتها، وهاي القناة ما شاء الله عليكم جاي تتفاعلون بيها، وشكرا لكم لأنه جاي تاخذون من وقتكم.
يمكن هم جاي تستمتعون بالفيديوهات، أطلعكم وياي وين أروح ما أروح، شنو أسوي ما أسوي. هنا جاي أراويكم شلون الشكل كلش حلو. هنا أنا هاي النافورات مسوي لها إضاءة شلون البنفسجي أو وردي هيجي شي. وهنا أنا هذا التمثال همين نافورة ويما تمثال همين كلش حلو. هنا اللي يحبون الصور تلقوهم هنا يلتقطون صور بيها قد ما حلوة وشي حلو يعني. وهاي تنطي ألوان قد حلوة. اكتبولي انتم وين رحتوا، وين اجيتوا، شنو سويتوا، عندكم مكانات جاي ترحولها، ويا لمة الحبايب شلون تقضون وقتكم برمضان ورا الفطور، لوين وصلتوا بالقرآن، وندعونا وياكم ان تقرون قرآن، نسألكم الدعاء، والله يتقبل صيامكم ان شاء الله. اتمنى الفيديو عجبكم. طبعا طلعنا اول ما طلعنا كان الجو دافي، بس بعدين بردت سبحان الله، رجعنا كلش مثلجين من البرد. بالرغم انه امس احنا عالقين المكيفات، بس هسه الجو كلش تغير عندنا سبحان الله، بين دقيقة ودقيقة وساعة وساعة كلش الجو يتغير. حبايب قلبي، انا اللي هنا احب انعوفكم، وهي تكملة الفيديو. تحبون تكملون تحبون تطلعون من هاي اللحظة، شكرا جزيلا لتواجدكم، وانا احب انعوفكم، وان شاء الله نلتقي في فيديو جديد، واستودعكم الله ومع السلامة.